تنسوش جيم الفيديو، تشترك في قناة سكاي نيوز المغربية باش يوصلك جديد الأخبار. أنا النهاردة كنت مغربي الهوى. النهاردة يا حضرات أنا حضرت حوالي 80 دقيقة من ماتش المغرب وبلجيكا. أنت مالكش في الكورة، وممكن تكون مش مهتم بيها، حقك. بس لو شفت المغرب النهاردة بتلعب حاجة تشرف. عادة الفرق العربية بتفوز بخطة نهجم نرجع على طول بتاع مساعد القص، يعني ال 11 واحد ورا، ال 11 واحد يطلعوا، ال 11 واحد يرجعوا، وفي 36 واحد قاعدين على الخط مستنيين احتياطي. والجون عندنا عادة بيشيل النيلة في الماتشات اللي زي دي. النهارده بتفرج على المغرب، لا 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 لا. ايه ده؟ ايه المستوى العالمي اللي كان عليه الفريق المغرب ده؟ وجا جون وانا كتبت على تويتر هي جون اتلغى. فوز مهم جدا حققوا المنتخب المغربي على بلجيكا بهدفين دون رد عشان يسجل اسمه في تاريخ كأس العالم بأداء ولا أروع. وده الفوز الثاني للمنتخبات العربية بعد فوز السعودية على الأرجنتين. وسود الأطلس بصراحة عملوها النهاردة، وسود الأطلس يزأرون 2-0 على بلجيكا. بلجيكا دي هي المصنف مثلا رقم 2 على العالم في كرة القدم تقريبا يعني. بلجيكا دي حضرات فريق مش سهل، ده فريق لوكاكو وفريق هازارد والحارس بتاعه حارس عالمي وغلس، فريق غلس يعني رخم قوي. النهارده المغرب علمتهم ازاي تلعب كرة القدم، مش علمتهم هم بس، المغرب علمت العالم النهارده دي لعبة كرة القدم، متعة، إصرار، قوة، التحام وفن بجد. وده كان المشهد بتاعهم بعد ما سجلوا الجون الثاني اللي ولا أحلى ولا أروع. ده أو دي صور من فرحتهم، معرفش من الهدف الأول ولا الثاني. ده الهدف الثاني، شفت؟ ده الهدف الثاني ولا أروع، وده الهدف الأول ولا أروع. النهارده كنت انا ومالك ابني بنشجع المغرب بقوه، والنهارده اتنططنا في الهدف الاول. انا حضرت الهدف الاول بس، وبعدين رحت يعني عملت حاجات ورجعت لقيت الجون الثاني جه. امير قطر النهارده حضر المباراه لدعم منتخب المغرب، وسجلت الكاميرات فرحته بالفوز بعد خروج المنتخب القطري من البطوله. نشوف كده الفيديو، امير قطر واولاده في المقصوره بيعملوا ايه. لا في فيديو تاني احلى من ده كمان، نشوفه كده مع بعض. العبوا عليه. مفيش مشجع كوره حيادي، اسمع كلامي، لا اللي بيشجع الزمالك حيادي ولا بيشجع الاهلي حيادي ولا بيشجع منتخب بلاده حيادي، وده حقه. انت بتشجع المغرب لانك عربي، بس النهارده لو عندك جزء من الانصاف ولو قد كده هتعرف ان المغرب علمت العالم ان في فرقه جايه اسمها المغرب. خافوا بقى وخبوا عيالكم منهم لانهم فريق على اعلى مستوى. انا بعترف انا بشجع الاهلي ومش حيادي، عايز الاهلي يغلب طول الوقت. وبعد دراسة كبيرة جدا في كرة القدم لا يوجد مشجع حيادي، كل واحد بيحب فرقته، وخسرانة كسبانة وعايزة وحشة حلوة المهم فوزنا. بس النهاردة أنا ما كنتش مغربي بس، أنا كنت مغربي وفخور. أنا بتفرج على المغرب كسحت بلجيكا، علمتها يعني إيه كرة القدم. ده في واحد شاب جناح أيسر اسمه بوفال تقريبا، يا خرابي على الشاب ده، حاجة جامدة جدا. كمان التغييرات اللي اتعملت في المغرب، شباب أنا أول مرة أسمع الأسماء دي، بس اتفرج عملوا إيه في الكورة. ده برأي النقاد والصحفيين
المغرب مش بس فازت، انما كمان قدرت تقدم عرض كوره، مستوى كوره عالمي وتكتيكي بالانجليزي. اهو خليل بلشوي بيقول اسود حكايتها في الملعب تتستر، رجال جاءوا من المغرب تسيدوا، ثقه بابطال الاطلس وتيقنوا ان الرجال باحلامهم لا يفرطوا. هؤلاء هم رجال اسود الاطلس، رفعتم رؤوسنا فخورين بكم يا ابطال، فرحتونا، ومتفائل انكم ستفعلوا الكثير في هذا المونديال ان شاء الله. هم بقوا وهابيين، هم كلهم بيسجدوا ما شاء الله. حفيظ دراجي المعلق المشهور، مباراة كبيرة وفوز كبير ومستحق على المنتخب. ده استاذ حفيظ، عايز اقول لك المعلق كان يجي له سكتة قلبية، ربنا يشفيه يعني، ربنا معايا، انا مش قصدي من فرحة، مش مصدق. الجرايد كلها المنتخب البلجيكي فيه كيفن دي بروين، ولا ده واد لعيب قوي. بص الجرايد بتقول عنه ايه، هات اللي بعد حفيظ دراجي، مع احترامنا للاستاذ حفيظ انا بحبه. محمد هنيدي قال لك مبروك اسود المغرب، اداء قتالي رهيب ومستوى رائع، الف مبروك للمغرب ولكل عرب، شرفتونا يا رجاله. دي حقيقه اهو. كيفن دي بروين اهو، ده بقى قال لك احنا ملناش فرصه اصلا، ملناش فرصه، ان احنا دقه قديمه. بص ده لاعب في الدوري الانجليزي، لاعب خطير، بيقول لك احنا منهجنا قديم. وخد احسن لاعب في الدوري الانجليزي السنه دي. بيقول لك احنا منهجنا قديم في الكوره. هو اكتشف ازاي؟ من المغرب. ادعمونا بلايك، سبسكرايب ليصلكم كل جديد.